السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا صباح الفل والياسمين عليكم. صباح الفل. مكة بتصبح عليكم. النهارده بقى هنعمل روتين مع بعض. النهارده بقى ايه؟ حاسه ان انا تعبانه شويه، بقالي فتره تعبانه وكنت مركبه محاليل، فمكة كانت شايفاني وانا تعبانه فخايفه عليا. فالنهارده بتقول لي يا ماما انا هساعدك في ترويق البيت، صح يا كوكو؟ مش هتساعديني؟ هتساعديني هتعملي ايه؟ هتروق معايا. اللي من السكر بتاع امها هتروق معايا. السكره دي سكره البيت دي، ما اقدرش اعيش من غيرها، صح يا بتوت؟ هتروق معانا، هنروق سوا، صح يا كوكو؟ هنروق سوا وهتساعدني. فايه وانت حامل كده ما تتعبش نفسك، واي حد في البيت يساعدك، حتى لو طفله صغيره بنتك ابنك يعني في السن ده 4 سنين 5 سنين، خليهم يساعدوكي، يشيلوا حاجه من على الارض، ينفضوا حاجه، يدخلوا حاجه المطبخ، يعني ايه كمان هيساعدوكي، وكمان هتخليهم يشيلوا مسؤوليه، او مثلا لا مش يشيلوا مسؤوليه. قولي لي صح، مش انت تساعدي؟ انت تساعديني. هتخليهم اللي هم ايه، اكلت في طبق يشيلوا يدخلوا المطبخ، وسخ حاجه يعدلها مكانها. تمام. مش عارفه الدبان كتير ليه كده. هنفتح بقى البلكونه، صح يا كوكو؟ انا استنى عشان السلك. هنفتح البلكونه وننور الاوضه كده، اوضه الاطفال اللي احنا بننام فيها، عشان الجو حر والاوضه دي تروى شويه. فاستني يا مكة. فايه يلا بينا. وممكن نبقى نسجل بعد كده صوت، علشان في راجل بتاع ملح بيبيع تحت، ف كده اهو. تمام. يلا بينا ايه نشوف يومنا عامل ازاي. قول لهم بقى يحطوا لايك. انزلوا تحت حطوا لايك يا جماعه، مش مكة تتعب وانتوا ما تحطوش لايك، صح؟ تمام. ويعملوا ايه؟ اشتركوا في القناة. واشتركوا في القناه. ايه مسكر السكر بتاعي. واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نبدا يومنا. يلا يا كوكو. هنا بقى بسميت بالله وبدأت زي ما انا قلت لكم. الأوضة اللي احنا بننام فيها هي ما بتكونش مكركبة كل مرة كده، بس علشان احنا بقى هنروقها تروقة حلوة، فكنا فاطرين فيها قدام البلكونة في النور. ومكة بقى لمت الفرفيت بقية الفطار مكان ما كنا فاطرين وكده. وشطورة بقى نولتني الصينية عشان ما وطيشي. وهنا قلت لها يلا حولي يا مكة المخدات نحطها في الشمس بره قبل ما تروح، لان الشمس بتيجي على البلكونه بتاعنا ساعه وتروح، يعني ما بنشوفهاش تاني، علشان في بيوت قدامنا وكده وبتغطي، فالشمس بتيجي ايه الساعه 10 وتمشي 11 كده. فقلت احطش المخدات بقى في الشمس تتشمس. ومكة ساعدتني فيهم وودتهم واحده واحده وبقت بتساعدني. شطوره مكة. عايزاكم كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وهنا كانت واقفة قدام القمر بتحكي لكم كده حكاوي، يعني أنا نفسي أشغل الصوت، بس هي بقى بتحكي لكم اللي بيحصل لها في الحضانة وكده. وكانت متعورة هنا في رقبتها، فعلشان النهاردة ايه ما راحتش الحضانة، النهاردة الخميس ما راحتش الحضانة بقى. قلت لها ايه نروق الشقة مع بعض ونخليها زي الفلة. وهي بتحب تساعدني، يعني ساعات بتكون ايه شطورة كده معايا، وساعات بتكون عنيدة وما بترضاش تعمل حاجة خالص. يعني هما الأطفال كده، يعني ساعات وساعات، ولازم تثبتهم بحاجة علشان ايه يعمل لك الحاجة اللي انت عايزاها. يعني هنعمل لك مثلا ايه حاجة بتحبيها، هنجيب لك شيبسي ايس كريم كده، فلازم ايه تغريهم بحاجة علشان يساعدوكي. بس هنا مكة شطورة ما كانتش محتاجة حاجة، هي كانت عايزة تساعد ماما. وكمان علشان انا كنت بتعب قدامها وكده، فهي بتكون قلقانة عليا وبتخاف جدا، يعني لما كنت تعبانة وباباها يعني يجي عليا ويقول ايمان او كده فبتتخض. وهنا يعني جت تحط الطبق بتاعتها في الدرج فقفلت على ايديها، فضلت تعيط شوية بس ايه فقامت تكمل معايا. شطورة يا كوكو. هنا بقى انا فرشت الملاية اللي كانت مفروشة، لان انا كنت فرشها قبل كده بيوم يعني نضيفة، وايه وحطيت عليها الكبرتاية، مش عارفة بتسموها ايه، كبرتاية ولا مفرش، اللي هو هفرشه فوق الملاية ده، المفرش ده. وهنا بقى ايه الشمس لما مشت خلصنا كده الأوضة، وهنحط بقى المخدات مكانها، هي جابتها لي واحدة واحدة كده. فبيساعدهم يعني الأطفال بتساعد في حاجات بسيطة، يعني ايه بنعودهم اللي هم
بالذات البنات نعودهم اللي هم يعتمدوا على نفسهم او يعملوا حاجة، او لما بياكلوا يكونوا بياكلوا ووقعهم فرافيت يلموها، يبقى الحاجة مكانها يبقى مكانهم نضاف كده، يبقى هما بنات شطورة ونضيفة. ونعودهم البنات على طول تكون نضيفة، علشان لو هي مثلا عند حد ومكانها اتوسخ وكده ولمتها يقولوا البت دي نضيفة وشطورة وكده حتى من صغرها. هنا بقى المروحة كنت بطلعها برا، اللي بنحطها في الأوضة لما بنكون داخلين ننام، طلعتها برا وانا بطلعها قلت نمسحها مسحة حلوة كده علشان معفرة شوية. ومكة مسحتها معايا ساعدتني برضو، لازم تاخد حتة قماشة ونمسحها سوا كده. وهنا خلصت بقى الأوضة خلاص، ما اخدتش مني وقت، وكمان مكة ساعدتني فيها. فما وهي اصلا يعني نضيفة ما فيهاش حاجة غير لما كنا قاعدين نفطر وكده. ورتبت السراير خليتها زي الفل كده، ومسكت بقى المقشة وبدأت اكنسها كنسة حلوة. وبعد كده هنمسحها. هنا بقى قلت لها يا مكة هاتي الجردل من الحمام وحطي تحت الحنفية، وشغلت الحنفية بقى جابت الكرسي ووقفت، وانا لما اتملى بقى الحبة اللي انا عايزاهم انا طفيت عليها، قفلت الحنفية وحطيت بقى معطر مساح كده وشوية مطهر، كيس كده بجيبه ب3 جنيه مش عارفة اسمه كنت عرضها لكم قبل كده، موريها لكم في فيديو بتاع منظفات عيد باين، مش عارفة اسمه ابلكس، اسمه غريب كده، مكتوب عليه منظف ومطهر حلو قوي جدا. هبقى لما اصور فيديو تاني وهو معايا هوريه لكم. حلو قوي وريحته تحفه، بمسح بيه كل حاجه، بمسح بيه الارض وبمسح بيه الخشب بتاع الانتريه، بمسح بالخشب بتاع السراير وبلمع بيها. وبحط كده بعد ما اخلص المواعين بحط في الحوض وبغسله، بيخلي الحوض ريحته تحفه. يعني هو مش منظف ومعقم، لا ريحته حلوه قوي. خلصت بقى اوضه الاطفال ومسحتها وقفلت بقى البلكونه وشدت الستاره كده، ودخلت بقى على الاوضه بتاع الانتريه مسحتها كده واحده واحده واحنا قاعدين. ومكة برضو ساعدتنا اهو، حطت المفرش اهو بتساعد شويه، اسم الله عليها ربنا يحميها. وهنا بقى بدأت بقى ارتب المخدات، ومفيش حاجه يعني حاجه بتكون حاجات بسيطه، بس انا ما بحبش الحاجه تكون مكركبه او كل حاجه في مكانها. واللعب دي من ساعه لما دخلنا الاوضه قلت لها لميها يا مكة لميها، وهي برضو ما بتسمعش كلام، عايزه تروق، عايزاني اروق وهي محطوطه وهي بتلعب. اخر لما ازهق هشخط فيها دلوقتي وهتروح معيطه، شوفوا معيطه ازاي، ولمتها في الاخر. هنا بقى بعد لما كنست القياس او الحصيره او المفرش اللي على الارض زي ما بتقولوه، مسحت بقى جبت ميه نضيفه بمعقم كده ومسحتها مسحه حلوه بتديها لمعه، وكمان بتنشف بقى بعدين بتبقى نضيفه. وانا بقى اللي رحت بقى روقت ترابيزه السفره دي كانت مكركبه شويه، فقلت ارتبها بالمره واشيل المفرش وامسح تحته وافرشه تاني. وهنا بقى الكنس بتاع القطين طلعتهم كده برا على باب الشقة، ومكة هتلمهم. وبعد كده بقى بمسح ورايا يعني بكنس وبمسح على طول علشان الترابة تتلم. وهنا مكة بقى ساعدتني ومسحت بالمرة الباب كده. بقى خلصنا الشقة خلاص، وانا نازلة بقى اجيب الغدا، مسحت بقى السلم وانا نازلة كده. وكده بقى خلصنا ترويق الشقة، وكنت عايزة اكمل لكم بقية اليوم مع بعض بس التليفون فصل بقى للأسف. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، وكمان شجعكم كده او اخدتم فكرة اللي الاطفال مش للكركبة ويلعبوا في البيت ويتفرجوا على لولو، لا يساعدونا كمان في البيت. وانتوا كمان لو عجبكم الفيديو او نوعية الفيديو اللي احنا عملناها دي اكتبوا لنا في التعليقات واحنا نكررها تاني. ولو عايزين مكة تظهر معايا في الفيديوهات بتاع الروتين وكده، وهي اصلا يعني انا ما فيش الا انا وهي في البيت، بس ساعات ما بظهرهاش قوي في الكاميرا. لو عايزين فيديوهات بقى من دي او اي فيديوهات عايزينها مني اكتبوا لي في التعليقات وانا من عينيا اعملها لكم، وننوع كده ويشوروا عليا الفيديوهات اللي انا اعملها، فنجدد من القناه بتاعتنا
عشان ما تملوش مننا. بس كده يا حبايبي، اتمنى اليوم بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى يا حبايبي في دعوة حلوة في الكومنتات كده، واللايك بتاعنا الحلو. ولو انتي اول مرة تشوفي فيديو من فيديوهاتي، اتمنى تشتركي في القناة وتنضمي للعيلة بتاعتنا علشان العيلة تحلو بيكي اكتر واكتر يا حبايبة قلبي. وان شاء الله احنا مع بعض وهنكبر مع بعض ان شاء الله باذن الله. هكبر بيكم بكل اخت واخ وام بيشجعوني وبتعليقاتهم الحلوه اللي بتفرحني. انا بقرا كل التعليقات وبرد على كل التعليقات. بس كده يا حبايبي، واشوف وشكم على خير في فيديو جديد.